حضرتك اتكلم مع احد القشريات دي اللي قاعد في الميه السطحيه، قلت له مالك يا جمبري، حاسس ان انت تعبان شويه؟ قشري بيوجعني قوي. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه كده؟ قال لي منها لله الشمس بتطلع اشعه اسمها اشعه فوق اول ما النهار يطلع. قلت له يا جمبري طب انت جربت كريمات ولا جربت اي حاجه؟ مفيش حاجه جايبه نتيجه يا استاذ محمد. طب وبعدين؟ قال لي بص الحل بقى، اول ما يطلع نهار انا ههاجر، هنزل تحت، ههاجر من الميه مين؟ اقوم جاي نازل للميه العميقه. ما تغوطش يا جمبري لا تغرق. قال لي لا ما تخافش عليا، انا هنزل على عمق كام؟ طب معلش يا كابتن لو فيها احراج، حضرتك نازل ليه؟ قال لي نازل ليه؟ نازل عشان اهرب من الاشعه الايه؟ فوق بنفسجيه. قلت له طيب تمام، يعني انت عاوز تهرب من الاشعه الفوق؟ قلت له انا لو منك خليك تحت بقى بدل البهدله اللي انت فيها. قال لي لا ده انا سايب اكلي فوق، انا هطلع فوق يا باشا عشان الاكل. فاول ما يجي مين؟ الليل كده ما عادش فيه اشعه فوق ايه؟ بنفسجيه، مفيش حاجه تزعله، فيقوم جاي يهاجم من الميه العميقه للميه الايه؟ سطحيه. وده الحل بالنسبه له عشان يهرب من الاشعه الفوق بنفسجيه. اللي منظم له المواعيد الضوء انه بيطلع بيهاجر بالنهار كده ويهاجر كده بالليل. يبقى رد عليا، تهاجر القش؟ رد عليا، تهاجر من الميه للميه اثناء على عمق عشان تهرب من الاشعه الفوق وترد تاني للسطح اثناء. وده كده حضرتك يعتبر مثال. يفضل صيد الجمبري ليلا. طبعا ليلا يا استاذ، لانه ليلا بيطلع على الايه؟ طب ما بنصطادوش طول النهار ليه؟ لانه طول النهار بيبقى مستخبي وما تستهينش برقم 27 متر. 27 متر يعني عماره 9 ادوار، دول 3 متر. فانت حضرتك شوف يعني نازل على اعماق ما هيش قليله برضه. انا بكلمك عشان تبقى متخيل بس. السؤال التاني حضرتك بقول لك الجمبري في اليوم الواحد كم تبلغ المسافه التي يقطعها المسكين ده خلال 24 ساعه؟ 27 الصبح و27 بالليل. ما هو اليوم كده صح؟ مش هو الصبحيه 27 ويرجع تاني بالليل، يبقى 27 في مخك و27 على ايديك وتجمعهم على بعض يطلعوا 54.